أيضا أن كل هؤلاء هم دعم لمطالب الثورة بالعدل والحرية. ده مقال ويسألونك عن الأمل للأستاذ خالد البلشي، العدد الأول من صحيفة الوادي. حلو إنه كل شوية يطلع حاجة جديدة وبشباب وهو لآخره في الأمور دي، فده حاجة لطيفة جدا يعني. قبل ما نخش في بعض الأمور التانية، هو في خبر غريب كده بس يعني قريته في الوطن، لو كان بس حد يشوفوا لنا خبر كده في منتهى الغرابة. سيدة تتهم مستشفى أسيوط الجامعي باستبدال أنثى بمولودها الذكر. أسيوط محمود مالك، ده في صحيفة الوطن في الصفحة الأولى، إنه اتهمت أسماء عبد الرحمن محمود سيد مستشفى أسيوط الجامعي باستبدال مولودها الذكر بأنثى، وذلك بعد اختفاء مولودها من المستشفى. يعني المستشفى جاءتنا مجهضة وموظف الإدارة حاولت تسليمها بنتا بدلا من ابنها، أو موظف الإدارة، موظف نقطتين، الإدارة حاولت تسليمها بنتا بدل من ابنها. لو تجيبوا لنا دي على التليفون يا شباب، أو تشوفوا لنا الأستاذ مصطفى سالم، ممكن لو عنده فكرة بالموضوع ده ممكن يمدنا بيه. يعني إيه سيدة تخلف ولد، تخش المستشفى تخلف ولد وبعدين المستشفى تاخد الولد وتقول لها خدي البنت ده بداله؟ يعني نوادر حقيقة يعني، بس لازم نتحقق من الأمور دي. سيدة تتهم مستشفى أسيوط الجامعي باستبدال أنثى بمولود ذكر. لو الزملاء يقدروا يشوفوا لنا حد يرد علينا في هذا الخبر. طيب، كنا امبارح اتكلمنا عن المقالين بتوع الأستاذة ليلى حسني، وكانت بتتكلم فيه على الساعة 6 الصبح كل يوم في إذاعة البرنامج العام، بتشغل القرآن الكريم، تلاوة للقرآن الكريم لمدة نص ساعة، وقبلها بيبقى في بعض التفسيرات من علماء الأزهر. أدي المقال، في مقال تاني للأستاذة ليلى حسني، وكانت بتقول إنه في الشيخ محمد بدر حسين رحمه الله وغيره من الشيوخ ليهم بيبقى بعض الأخ محمد بدر حسين. أما أنا قلت محمد إيه؟ بدر حسين؟ لا، محمد بدر حسين. ليه في بعض الأخطاء أحيانا، كلنا بنغلط طبعا وكلنا يعني بشر، فأحيانا الشيخ بيبقى من كتر تمعنه في الآيات ولا آخره أحيانا بينسى حاجات كده، آية، نص آية، ربع آية، وهكذا يعني. فالمهم الأستاذة ليلى حسني بتعلق على هذا الأمر. معانا مين يا شباب؟ معانا الأستاذ علي مسعود، مدير التخطيط الديني بالإذاعة. أستاذ علي مسعود، أهلا بيك يا أستاذ علي. مساء الخير يا أستاذ جابر. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. انا اولا بشكر سيادتك وبشكر القناه وبشكر فريق الاعداد على تحت الفرصه ان احنا بنرد على. لا اتفضل يا فندم. على المداخله بتاعت امس. اتفضل يا فندم. بس انا ليه عتاب والله في الاول ان حضرتك انا طلبتك امبارح مرات كتيره جدا، وطلبت فريق الاعداد عشان الغلط عندي. الغلط عندي. قالوا لي ان احنا مشغولين. التليفون انا ما عرفتش حضرتك اتصلت يعني عتاب دوت يعني باكده لحضرتك مره ثانيه، وانا موجود من جنب التليفون بقالي اكتر من ساعه منتظر المداخله دهيت. لا اتفضل يا فندم. معايا يا استاذ جابر؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. بخصوص حضرتك اتكلمت ما تناولته امس في البرنامج بتاع حضرتك، انا بقدر رايك وبقدر راي الاستاذه ليلى حسني. تمام. كاتبه المقالين مش مقال. تمام. المقال الاولاني هي نشرته يوم 17/1/2014 وقالت فيه ان في اخطاء في تلاوات البرنامج العام القران الصباح اللي بيذاع 6 صباحا، واخطاء في قران الفجر. فطبعا طلبت منها ان لابد تحدد لي الاخطاء والتلاوات والاسماء القراء واسماء السور. تمام. قالت لي هبلغك بيها، وبالفعل عودت الاتصال مره ثانيه بالاستاذه ليلى. قالت لي ان هناك تلاوتين للقران الساعه 6 صباحا وخطا في تلاوه الفجر. قلت لها الفجر لمين؟ قالت لي في الشيخ فلان كان يوم 10/1. قلت لها لا، معلومتك مش مظبوطه، لان القارئ اللي قرا فجر اليوم دهوت كان قارئ مختلف اللي انت ذكرتيه، والتلاوه كانت صحيحه تماما ما فيهاش اي اخطاء. قالت لي معلش بنتبه على الامر، ربما الاخطاء الثلاثه تكون جت في التلاوات اللي هي المسجله بتاعت البرنامج العام. فقلت لها حاضر. عموما انا بطمن حضرتك وبطمن كل الساده المشاهدين والمتابعين والمستمعين ان كل تلاوات القران الكريم التي تذاع على البرنامج العام سواء الساعه 6 صباحا